اتطلقي 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 اتطلقي. بقت اغلب البنات دلوقتي فكره الطلاق بقت بالنسبه لها حاجه سهله جدا وحاجه عاديه، وبقى اغلبهم بياخد الجواز ده من ناحيه ان هي مكسب مادي، اللي هو اخش اقلب في شويه فلوس واخرج بقى على كده، وده يبقى الموضوع امن حياتي بقى سواء احنا نفع مش او غيره. بنعمم، احنا بنتكلم على ظاهرة بقى بدأت جديده، تنتشر بالظبط دلوقتي. بقى جديده. فجزء منها بيبقى هو ده الفكر، ان هي داخله الجوازه بالنسبه لها هي حاجه ماديه، والجزء الثاني بقى موضوع الصحاب. صحاب؟ اه ده الصحاب دلوقتي ممكن تبقى غيرانة منها، او غيرانة من ان هي حياتها سعيدة، او غيرانة ان هي جوزها بيعملها كويس، وتقول لها اتطلقي على اسباب تانية تافهة جدا لمجرد انها غيرانة. انت مش متخيل في ستات صحاب بيعملوا ايه؟ بتستكتر عليها النعمه، بتستكتر تكوين عليها الاسره. النعمة، بالظبط، بتستكتر عليها ان يبقى عندها بيت واسرة وعيلة، ده كتير. وتلاقي بقى الاسباب اللي بتخليها تقعد تزن في ودانها على اسباب ملهاش اي علاقة بالواقع. فيبدا بقى يتحول الزن ده في ان اللي عندها، يعني عندها اسره، عندها جوز كويس، عندها حد بيصرف، عندها اولاد، شايفه الحاجات دي مش عندها، هي بالنسبه لها الحاجات دي مش عندها، فتبدا تزن. طب اقول لك على حاجة، والله حتى لو عندها، ده في ستات حتى لو عندها لمجرد الغيظ والحقد انها مبسوطة، ليه تعمل ده؟ وتبدا بقى تكبر لها المشاكل الصغيره المشاكل الكبيره، وتقفل نفسيتها من جوزها. بس انا عجبتني قوي حته ان انت بتقول عليها دي، اللي هي بتقعد عشان تكون نفسها بتتجوز عشان تكون نفسها. بقى مشروع مادي دلوقتي مربح جدا. يعني اشرحوا لي عشان عجبني. يعني بتبدا تختار يعني كان الاسس الاول ان انا اختار من ترضون دينه ومن ترضون خلقه ومن ترضون ومن ترضون، دلوقتي من ترضون شكله وماله وحسابه في البنك لا مش عاجبني كده وعربيته. الموضوع، مش عاجبني كده يبقى مش فبقى عاجبني. الموضوع بقى داخله هي الموضوع بالنسبه لها هو بروجكت كله فاينانسيال. يعني هي داخله تكون نفسها وتظبط نفسها، وبعد كده تقول له باي باي مع هي السلامه، عارفه وتشوف ان بقى بعد او مده معينه هتنفصل، هي داخله في عامله جدول زمني. طب مشاعره لا ومشاعرها. بقى الموضوع كله فيك للاسف دلوقتي، مفيش. بقى كله ماديات.